بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. ان شاء الله هننفذ مع بعض النهاردة الاسورة اللي شايفينها قدامنا في الفيديو دي. هحتاج معايا هنا بعض دي قطعة سلسلة كده، وفاصل معدن على شكل ماسورة، وبعض المعادن والدلات هنشوف هنستخدمها ازاي. وطبعا هنستخدم حجر الهيماتايت في الاسورة بتاعتنا دي، هو حجر معدني لونه مش بيغير ابدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. انا هبتدي هنا هستخدم الاستك. الاستك ده مقاسه 1، تمام، وهبتدي ألضم فيه الخرز بالطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. انا هنا دخلت كده خرزة من الهيماتايت، وبعد كده دخلت السلسلة اللي انا هستخدمها، وكملت 3 خرزات هيماتايت وفاصل، وبعد كده 4 خرزات هيماتايت. وبعد كده هبتدي ان انا احط الطرف التاني من السلسلة ادخله بعد ال4 خرزات الاخر اللي انا دخلتهم بالشكل ده كده، عشان يدينا التأثير اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنا الماسورة المعدنية، وبعد كده هدخل خرز الهيماتايت بتاعي، هدخل برضو 4 خرزات هيماتايت، وهحط بين بعد كده فاصل، وبعد كده 4 خرزات هيماتايت تاني زي ما احنا شايفين كده قدامنا بالشكل ده. ده الترتيب بتاع الاسورة بتاعتي. وهبتدي احط الفاصل اللي هو فيه مكان كده للدلاية. طبعا هخلي الاستك مرن شوية من خلال ان انا اشده كده واقص الزيادة. وبعد كده هبتدي اربط الاسورة بتاعتي عادي خالص زي ما اتفقنا. اول ربطة بيبقوا الطرفين بتاع الخيط مع بعض وبشد عليهم كده، وبعد كده بربط ربطتين فوق بعض تاني وبقص الزيادة، وببتدي ان انا اداريها في اي حاجة، سواء كان ماسورة سواء كان خرزة، بدخلها جوه الخرزة دي عشان الاسورة بتاعتي تبقى نظيفة ومش باين منها مكان الربطة. زي ما احنا شايفين كده ده شكل الاسورة بتاعتي قبل ما اركب لها الدلايات. هو بالظبط السلسلة اللي انا مركباها دي هو ده الشكل اللي انا عايزاها تدي، اللي هي تبقى نازلة كده شوية. تمام، ببتدي اجيب الزردة بتاعتي بفتحها وابتدي ان انا احط الدلاية بتاعتي. هنا الدلاية فيها فتحة من الناحيتين، فهبتدي ان انا طبعا مش هسيبها كده، هجيب مسمار وهحط فيه خرزة من الهيماتايت طبعا اللي احنا استخدمناه. هقص الزيادة بتاعتي وهبتدي بالبنسة اعمل حلقة علشان خاطر يتعلق منها الخرزة زي ما احنا شايفين كده. وهخلي الحلقة دي مفتوحة شوية علشان ادخلها في الدلاية بتاعتي في الطرف التاني من الدلاية بتاعتي. وهنا دي زردة برضو عندي كده دلاية صغيرة خالص اللي هي دلاية العصفورة دي، هبتدي احطها كده مع الخرزة وهتبقى بالشكل ده. وده الشكل النهائي كده للاسورة بتاعتنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. يا رب يكون الشرح كان سهل عليكم.